مريضنا يبلغ من العمر 70 سنة، جانا بأعراض احتباس الإدرار، يعني ما يسمى حصر البول بالمصطلح العامي، ومعاناة شديدة من الألم والمشاكل الأخرى من حصوات بالمثانة، التهابات متكررة، ضعف، هزال بسبب هذه الالتهابات والوهن الموجود بالجسم. جينا من خلال التقييم الطبي للمريض، دزينا التحاليل اللازمة وشفنا الأمور، وظائف الكلية ووظائف الكبد وغيرها. طلع عندنا مشكلة تمنع إجراء العملية، وهي وجود انسدادات متعددة في الشرايين التاجية القلبية. وتم إجراء العملية بنجاح الحمد لله والشكر، بعد ما أنطيته تخدير مناطيقي اللي ساعدني بيها بكفاءة عالية، مساعد تخدير كاظم جواد من ناحية الضغط والساتوريشن والبلس ريت، اللي كنا حاطين له أقراص مال ECG وعلى المونيتر حاسبي، والحمد لله والشكر. بس بوجود تقنيات حديثة وتخدير متمرس ومتمكن من عمله، استطعنا إجراء عملية البروستات واستخراج الحصوات بالتخدير المناطقي، وإجراء ما يسمى تبخير البروستات أو ما يسمى بريزيوم أو بروستيت. هذه التقنية الحديثة اللي مكنتنا من إجراء العملية خلال 10 دقائق